بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده يبقى فيديو صغير كده لان هو فيديو توضيحي بس. هل انا لجنة ولا لا؟ هل حد بيمليني كلام اقوله في الفيديوهات اللي انا بعملها ولا لا؟ باختصار، انا لو لجنة انا مش هيبقى ده، مش هتبقى قناتي فيها عدد المشتركين ده. مش نسبة المشاهدة بتاعتي مش هتبقى قليلة كده. على الأقل كانوا هيدعموني في المشاهدة عندي، ويدعموني في القناة بتاعتي عشان يبلغوني أنا أقول إيه. فدي جزء اللجنة أو اللجان بشكل عام. اللجان بتدعم، بيبقى ليها دعم من النادي أو ليها دعم من حد خارجي عشان خاطر يتكلموا في الحاجة اللي هم عايزينها، أو غيره. أو بلاش لجنة من النادي، ممكن لجنة من بره عشان خاطر مثلا أقول أحداث أو أقول حاجات في النادي. انا باختصار انا بتكلم ان احنا اكننا كلنا صحاب قاعدين مع بعض او قاعدين في وش بعض بنتكلم، قاعدين في الشارع ضاربين طقم الشباشب وقاعدين مع بعض في الشارع وبنتكلم. آه، انا بتكلم بحرقة لان انا بحب النادي وبحب نادي الزمالك جدا وبغير عليه جدا. لان انا طلعت لقيت والدي زملكاوي جدا الله يرحمه، لقيت بيتي يعني عيلتي كلها يعتبر زملكاويه. فانا طلعت بقى شفت ده، وشفت إن حبهم للنادي عامل ازاي. فانا طبيعي طلعت كده، وطلعت اللي انا بحب النادي جدا. انا مشجع اساسا مدرج، مش مشجع سوشيال ولا مشجع فيديوهات ولا الكلام ده. انا بس عملت الفيديوهات ديت عشان خاطر في كذا حد قال لي اعمل فيديوهات، لان انا بيبقى جوايا كلام كتير عايز اقوله. فحد اقترح عليا يعني ان انا اتكلم اكني بتكلم ان احنا اصحاب مع بعض وقاعدين مع بعض بنتكلم كلنا مع بعض. الكلام اللي انا قلته اساسا في الفيديو بتاعي بعديها بيوم ولا بيومين او بعديها بيوم، الكلام اللي انا قلته على فتوح يعني في الفيديو بتاعي بتاع فتوح اللي هو اللي فات ده، بعديها بيوم او يومين حاجه زي كده، مش فاكر كان امتى يعني. بس انا لقيت كابتن محمد صلاح كان طالع مع كريم رمزي، طلع بيقول نفس الكلام اللي انا قلته بالظبط. هو نفس الكلام اللي انا قلته. هو طلع بعدي قاله ان اللاعب ما بيفرقش معاه فلوس، واللي اللاعب يتدرب لوحده، واني والعقلية، كل الكلام ده اللي هو قاله انا قلته قبله. فهل كابتن محمد صلاح لجنة برضه طلع بيقول كده في الإعلام؟ أكيد لأ. أكيد مش كل من هو هينتقد النادي أو هينتقد لعيب فهو لجنة. أنا ما بنتقدش نادي، ولا عمري هنتقد نادي الزمالك لأن أنا بحب نادي الزمالك. أنا بنتقد أشخاص، أنا ما بشجعش أشخاص. أنا بشجع كيان اسمه كيان نادي الزمالك. بشجع منظومة كاملة. أي لعيب فتوح لو كمل الموسم الجاي أنا هدعمه عشان هو في النادي عندي. بعيد بقى ان هو ابني، وبعيد ان انا بربي ابني والكلام ده، لا بس هو لو كمل انا هدعمه لان هو داخل النادي وانا بشجع نادي الزمالك. فكل من هو في النادي انا هشجعه. انا لو لجنه مش هطلع اقول ان كابتن حسين لبيب لو بنفس العقليه بتاعت فتوح يمشي قبل الموسم ما يبدا. انا لو لجنه مش هطلع انتقد ولاد النادي لما اتكلموا على عبد الناصر او اتكلموا على كابتن عبد الناصر او اتكلموا على جون ادوارد. انا لو لجنه مش هطلع اقول ان شيكابالا وهو صغير كان بنفس عقليه فتوح، او عقليته كانت برضو مش احسن حاجه وهو صغير. فانا مش لجنه، ومحدش بيمليني كلام، ومش مستني حاجه اسمن فيديوهات وانا وحقودي ومش لا انا هحقد على ايه؟ هو رزق، ده رزق ربنا مقسمه. ده رزقه ويبقى كده، وانا رزقي هيبقى كده، وكل واحد ربنا كاتب له رزقه. في ناس رزقها تبقى رجال اعمال، في ناس رزقها تبقى موظف عادي، في ناس رزقها هتبقى لعيب كوره. ده رزق ربنا كاتبه للكل، مفيش حد بيتدخل فيه. ففين اللجنة في كده؟ هل أنا عشان بطلع أنتقد لعيب عمل حاجة غلط للنادي أو أثر في حق النادي أو مؤثر في حق نفسه، بدل الموقف كذا موقف قبل كده وكذا مرة نعديله نقول اللي هو ابننا وابن النادي وهنعديله وهنربيه إحنا، ويطلع يعتذر وبعدين يرجع يعمل نفس الحركات هي تاني؟ لا، ده مش منطقي، الكلام مش منطقي. أنا زي ما أنا قلت، لو أنا لجنة مش هتبقى دي نسبة المشاهدة عندي، ومش هتبقى ديت القناة بتاعتي تبقى كده. انا اساسا مش يعني انا ممكن لو حد ملاحظ عندي في القناه، لو حد يعني متابعني وبيتفرج عليا باستمرار، قال اني بنزل فيديو كل فين، يعني كل يومين ثلاثه، كل 4 ايام. ما انا لو لجنه هطلع انا اتكلم بقى كل شويه بقى، وده في كذا وكذا وكذا. فدي نقطه اللجنه. احنا كنا بنشجع ورا ناس في المدرج، ناس عتاوله في المدرج، زي ما عتاوله عتاوله يعني. وكان في اساطير في الملعب، محدش فيهم كان بيطلع يقدر يفتح بقه ويتكلم يقول حاجة. أيام 2000 بقى و2001 و2002
لما خدنا كل حاجة في 2002 والكلام ده، كان في عتاولة في المدرج. كان ممكن الناس القديمة تفتكر الكلام اللي أنا بقوله ده، يعني بقى فتحي الصغير وأبو حديدة وعم سيد الله يمسيه بالخير، لو والله يرحمه لو متوفي يعني. وفي 2007 و2008 ساعة الجروب لما طلع، وقت سيد مشاغب وعمرو حسن الله يرحمه، وكريم العمدة وبيرزي وعوكل وأبو كريم. كان في عتاولة في المدرج احنا بنشجع وراهم. هل الناس دي برضو لجان؟ هل الناس دي برضو حد كان ممليها هم يعملوا ايه وما يعملوش ايه؟ لا اطلاقا خالص. واللي بيروح المدرج عارف انا بتكلم بقول ايه. ممكن انا الفترة الأخيرة دي ما بقتش بروح قوي، او ما بروحش كتير. بس انا ما فيش في ماتشي، ما فيش ماتش انا ما بفوته. انا لما باجي اتفرج على الماتش ما بعرفش اقعد، انا بقف قدام التلفزيون. ما بعرفش اقعد انا حرف والله العظيم. انا يعني امي بتبقى قاعده تقول لي طب اقعد في اي حته. والله ما انا ما بعرفش اتفرج على ماتش وانا قاعد، انا على طول بفضل واقف. ويا بقى لو انا خسران بقى، او الزمالك لسه متعادل او بيلعب وحش. ف انا لو لجنه انا سندت التليفون بازازه. لجنه ايه؟ انا لو لجنه هبقى مش هبقى كده. مش هتبقى هي ديت الفكره بتاعتي. انا بقول الكلام اللي يرضي ضميري. انا بتكلم ان انا واللي بيتفرج عليا قاعدين مع بعض صحاب، قاعدين كوبايه الشاي جنبينا، قاعدين يا باشا على القهوه، بنلعب مع بعض دومنا او بنلعب طاوله وبنتكلم في الكوره عادي. لا بقول بقى مصطلحات ولا حيث وانه ولا اقعد بقى اتكلم كلمتين انجليزي ولا كلمتين مش عارف ولا اي الكلام ده خالص. انا كلامي كوره بلدي خالص. كلامي بلدي بلدي يعني. ممكن ده يكون باين في طريقتي او باين في اسلوبي وانا بتكلم. لان انا مش ما بتكلمش في اسرار مثلا، ولا بتكلم في حاجه كبيره. فانا لو لجنه ما كانش هيبقى ده يعني مستواه في قناه، او مش هيبقى هو ده نسبه المشاهده. انا اساسا مش فارق معايا نسبه المشاهده، حد يتفرج ولا محدش يتفرج. انا بعمل فيديوهات اللي انا بتكلم بقول اللي جوايا بس مش اكتر. جاب بقى مشاهده ما جابش مشاهده، انا اساسا في الفيديوهات اللي انا بعملها كلها انا مش يعني ممكن فيديو او اتنين بس اللي انا طلبت من الناس اللي هي تدعمني وتعمل لي لايك. مني بيجي لي ساعات تأييد للقناه، اللي انا مفيش حد بيشترك كتير، ومفيش حد بيعمل لايكات كتير على الفيديوهات او الكلام ده. فانا ما بطلبش من حد اساسا يعمل اشتراك ولا يعمل ولا يعمل لايك ولا الكلام ده. انا اصلا مش بتاع السوشيال اساسا. زي عشان انا كلامي بلدي قوي، كلامي بلدي بلدي يعني. بتكلم اللي هو انا اللي احنا مع بعض اصحاب. ودي طريقتي، ودي طريقة تشجيع. كل واحد ليه طريقة تشجيعه، وكل واحد ليه رأيه في التشجيع يعني، او ليه اسلوبه في التشجيع. ممكن يبقى في ناس كتير بتحب النادي اكتر مني، بس بس دي طريقتي ومش هغيرها، ومش مستني مقابل من حاجة. فان شاء الله ربنا يكرم النادي اللي انا بحبه واشوفه على طول فوق. واللي هشوفه بيغلط في حق النادي انا هطلع انتقده. ممكن انتقادي يبقى حاد شوية، بس عشان انا بغير على ده. السلام عليكم.